امتى عمليه قطع الغضروف الهلالي بيكون لازم يتعمل لها عمليه منظار جراحي للركبه وما ينفعش معاها اي نوع من انواع العلاج التحفظي؟ قطع الغضروف الهلالي بيكون لازم يتعمل له عمليه منظار لو كان القطع ده حجمه كبير ومقلوب داخل الركبه، اللي هو بنسميه الباكت هاندل تير، او بيكون فلاب تير وبرضه مقلوب داخل الركبه. سواء باكت هاندل تير او فلاب تير، الاثنين دول لو اتقلبوا داخل الركبه بيمنعوا ان الركبه تتني وتتفرد بصوره طبيعيه، وممكن يتسببوا ان المفصل يكون متني او مش بيتحرك بصورة طبيعية ويؤدي إلى حدوث تيبس مزمن داخل المفصل، وساعتها لازم يتعمل عملية لإصلاح القطع ده. أثناء عملية المنظار بنحدد هل القطع ده ممكن نعمل له خياطة وإصلاح ولا ممكن نعمل له إعادة تشكيل. الكلام ده بيكون عن طريق حاجات معينة إحنا بنشوفها داخل المنظار. أول حاجة فيهم وأهمهم هل القطع ده ستيبل ولا مش ستيبل، يعني لما بنرجعه في مكانه بيفضل في مكانه وبالتالي ما بيكونش فيه تحميل شديد على الخيوط اللي احنا بنخيط بيها الغضروف، وبالتالي بتكون نسبة نجاح العملية عالية. او لو هو فلاب تير ساعتها بتعمل له اعادة تشكيل مباشرة وما بينفعش معاه الخياطة تماما. فخليك دايما في الامان وخليك في المضمون.